تعال نقول مثلا انه في واحد اسمه مش عارف، تعال نسميه مثلا رشدي عايز يفتح مشروع جديد، نفسه قوي من زمان ان هو يفتحه. رشدي عايز يفتح شركة، الشركة دي بتعمل كتب اكاونتنج. تعال مثلا رشدي، تعال نقول مثلا ان هو هيسمي الشركة بتاعته، يسميها رشدي زي اسمه بالظبط، رشدي. فرشدي الشركة بتاعت رشدي هتعمل accounting books. هيعمل كتب accounting وهيبيعها. طبعا رشدي مش معاه فلوس عشان يعمل الكتب الاكاونتنج، وعايز يدخل مشروع لكن هو مش معاه فلوس. طالما معهوش فلوس قدامه حلين يجيب منهم فلوس. الحل المشهور قوي الاولاني واحنا كلنا عارفينه، ان هو ياخد لون من بنك. يعني يروح لبنك كده يقول له انا عايز افتح مشروع والحقيقه انا مش معايا فلوس، انا هاخد منك قرض، القرض ده انا هسدده لك بعد كده على مثلا نقول 5 سنين بقيمه 30%. فالشركه هتسدد القرض ده، نقول مثلا هنقول 5 سنين 5 years at 30% interest. هنقول إن هي هتعمل أو تسدد القرض ده على 30% interest، يعني 30% فوائد. طبعا رشدي لازم يبقى واثق في نفسه قوي وعارف المشروع اللي هو داخله ده هيكسبه ولا لا، لأنه لو ما كانش المشروع ده هيكسبه مش هيعرف يسدد فلوس البنك، وبالتالي هيتحول للمسائل القانونية وهتبقى مشاكل كبيرة. فده الحل الأولاني، إن هو ياخد اللون ده يبقى من البنك ويبتدي إن هو يقسطه. الفكرة التانية وهو كلنا عارفينها لكن مش دايما بتبقى في دماغنا أو مش دايما بنبقى فاهمينها، هي فكرة إن في شخص معاه فلوس تانية. أهو أنا معايا فلوس لكن ما معيش فكرة، الشخص ده معاه الفلوس. فلما يبص على الشركة هيقول الله الشركة دي حلوة جدا وممكن تحقق فلوس، طب ما أنا هحط فلوسي فيها، ولما تكسب ولما تقدر إن هي تطبع، يعني الفلوس اللي أنا هحطها دي الشركة هتقدر إن هي تستثمرها وتطبع الكتب وتبيع وتكسب. الشخص ده بيبقى بالمناسبة واثق بنسبة كبيرة قوي إن الشركة دي هتنجح. لما الشركة دي تنجح تقدر إن هي تديني فلوس، مش هترجع لي فلوس، هتديني فلوس، تديني مكسب. يعني إيه؟ هقول لك، هو الشخص ده بنسميه انفستور بالمناسبة. انفستور يعني شخص مستثمر بيستثمر فلوسه. انفستور انفستور الشخص الانفستور ده بيشتري شوية أسهم من الشركة. الشخص الانفستور ده كل اللي هو بيعمله إن هو بيحط الفلوس من غير أي interest، من غير أي فوايد هياخدها من الشركة. مصلحته إيه؟ مصلحته إن هو هياخد جزء من الشركة، كأنه هو بقى صاحب أو صاحب من صحاب الشركة. يعني هو بقى ليه في الشركة دي زي الناس التانية اللي موجودين. الانفستور ده بيبقى ليه في الشركة، بيبقى هو واحد من الملاك بتوعها، وبالتالي لما الشركة تحقق مكسب هترجع له فلوس كتير، ممكن أكتر بكتير كمان من اللي هو حطها في الشركة دي. طيب إيه الفرق برضو بين الطريقة الأولى والطريقة التانية وأنهي أحسن؟ أنت بالتفكير كده هتحس الطريقة التانية أحسن. ليه؟ لأن الانفستور أو الشخص اللي تحت ده اللي هو الانفستور بيحط فلوسه، هو مش مستني منك اي حاجه خالص، هو بس بياخد جزء من الشركه، بيبقى هو مالك من الملاك بتوع الشركه. ولما الشركه بتحقق مكسب حضرتك انت رشدي يعني بتاخد برضو الفلوس بتاعتك، بتكسب الفلوس دي، وفي نفس الوقت هو برضو بيبقى ليه جزء من المكسب من الشركه دي نتيجه ان الشركه نجحت ونتيجه ان هو حط فلوسه من غير مقابل. طب افرض الشركه فشلت او ما نفعتش، للاسف الانفستور بيخسر فلوسه وما بياخدش عليها اي فوائد. على عكس البنك، البنك لو الشركة فشلت أو نجحت، باشا أنا ماليش دعوة، أنا عايز فلوسي وترجع لي بإنترست 30%، زي ما اديتها لك زي ما هترجعها لي. ده الفرق بين كلمتين مشهورين أوي. كلمة كريديتور، كريديتور. الكريديتور ده اللي هو ممول، بيمول لك فلوسك أو بيديك فلوس، يعني بيديك فلوس عشان المشروع بتاعك، لكن هياخد عليها انترست مش ببلاش، معلش مش ببلاش. عكسه مين؟ الانفستور. الانفستور يقول لك لا، انا اديك فلوسك مش عايز منها حاجه خالص، اي حاجه خالص، لكن بشرط ان انا اخد جزء من الشركه يبقى ليا جزء، وكمان مش بس كده، الارباح يبقى ليا كمان فيها مكسب. طبعا مين اللي بيبقى ضامن المكسب بتاعه؟ الكريديتور. مين اللي ضامن ان فلوسه ترجع؟ الكريديتور. هو كده كده الكريديتور، انت نجحت فشلت انا هاخد فلوسي. مين اللي لازم يبقى متاكد قوي من البيزنس انه لازم ينجح عشان يرمي فلوسه؟ الانفستور. تخيل كده لو انفستور رمى فلوسه في اي حته وخلاص هيخسر فلوس كتير قوي، لكن الانفستور بيدرس الشركه كويس جدا ويشوف هل هي فعلا هتحقق له ارباح ولا لا. ده الفرق بين الكريديت والانفستور. as long as ان الشخص اللي هيمول لك فلوسك دي عشان تبدا المشروع بتاعك مش هياخد منك فوائد او اللي بنسميها انترست، يبقى الشخص ده كريديتور. لكن لو هو هياخد جزء من الشركه او هيبقى مالك من الملاك بتوع الشركه، يبقى ساعتها اسمه انفستور. ده الفرق بين انفستور وكريديتور. الاتنين بيدوك فلوس، لكن واحد بياخد منك انترست، التاني بياخد منك ملكيه الشركه.
مش هو لوحده بيبقى المالك الحقيقة، هما بنسميهم انفستورز كتير قوي. الانفستورز دول بيبقوا مستثمرين، الانفستورز دول بيبقوا مستثمرين بالهبل، بيشتروا الشركة كلها. يعني الشركة ما بتبقاش ملكك ساعتها، بتبقى ملك المستثمرين كلهم. انت طبعا بيرجع لك عائد، لكن المستثمرين برضو بيبقوا ملاك الشركة. انا مش عايز اطول قوي عليك في موضوع انفستور والشركة، لان نوعا ما الموضوع مرتبط بالاسهم، وده هتاخده في جزء من الاكاونتنج كبير. لكن اللي عايز اركز عليه في الفيديو ده هو الفرق بين كريديتور وانفستور، عشان الفرق مهم قوي. وغالبا وانت بتدرس البيزنس هتبقى في الاول محتار يعني ايه كريديتور يعني ايه انفستور، وغالبا هتبقى شايف انه ممكن الاثنين يبقوا زي بعض وخلاص. لا، الاثنين زي بعض. كريديتور هياخد منك انترست، انفستور هياخد منك ملكيه الشركه. كريديتور هياخد منك انترست، لكن الانفستور هياخد منك ملكيه الشركه. وعايز اقول لك حاجه بسرعه، ان الانفستور الفلوس اللي بياخدها اللي هي دي ليها اسم مميز قوي، بنسميها ديفيدند. ديفيدند دي الفلوس او المكسب اللي الانفستور بيكسبها، ده غير المكسب اللي رشدي بيكسبه، لانه ده بيبقى بالنسبه له ليه اسم تاني، لكن بالنسبه للانفستور بيبقى اسمه ديفيدند. فما تنساش كلمه ديفيدند دي عشان برضه هتستفاد بيها في الوقت اللي جاي.